عندنا النهاردة تمرينة أكتاف. هنلعب شكلين أمامي وشكلين جانبي وشكلين خلفي. هنبتدي أول حاجة رفرفة جانبي بالدمبل جالس. لعبت أول دور تسخين بوزن خفيف. دلوقتي هبدأ بقى التمرين الأساسية. كده خلصنا الدور الأول وهندخل على الدور التاني. الوزن كان خفيف شوية الدور اللي فات فزودنا شوية. حسبك الله هو الذي. هندخل على تاني تمرين للكتف الأمامي اللي هو مع السميث، وده من أقوى التمرين لعضلات الكتف الأمامي. وألف بين قلوبهم. هنلعبه برضه مجموعتين، كل دور من 8 ل 12 عدة. في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. دخلنا على الدور التاني، زودنا الوزن شوية. برضه هنلعب نفس رينج العدات من 8 ل 12. وأهم حاجة في آخر عدة تجيب آخرك، ما يكونش عندك طاقة تجيب عدة كمان. أيها النبي حسبك الله يا أيها. كده لعبنا شكل أمامي وشكل جانبي. هندخل بقى على الخلفي، هنلعبه فردي على الكيبل. التمرين ده من أحسن التمرين عضلات الكتف الخلفي، إن هو بيمشي اتجاه الألياف. يا أيها النبي. هنلعبه برضه دورين، ومثل التمرين ده إنك بتلعب كل دراع لوحده. لو عندك كتف أكبر من كتف أو كتف أقوى من كتف، ده بيساعد في التوازن بين الاتنين. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. كده لعبنا شكل جانبي في الأول، وبعدها لعبنا شكل أمامي وشكل خلفي. هندخل برضو تاني شكل الكتف الجانبي، نلعبه على الجهاز. هو يعتبر الدمبل بس ده بيركز في الاستطالة أكتر. أن فيكم ضعفا فإن تكن من هنلعب بقى رفرفة أمامي، وده يكون تاني شكل للكتف الأمامي. صابرة يغلبوا 200 وإن يكن من. كده لعبنا الجانبي تمرينتين، والأمامي هندخل بقى على آخر تمرين للخلفي. نلعبه فيس بول أو سحب أمامي. ده بيشغل كتف الخلفي وبيشغل معاه الترابيز شوية. هنلعبه برضو دورين. والله كده خلصنا الكتف، هندخل بقى على الترابيز. هنلعبه 3 أدوار على الجهاز ده بوزن متوسط، مش هنتقل فيه أوزان، بس أهم حاجة نركز في المدى. ننزل نعمل السريش تحت ونعمل انقباض فوق نسبة سنتين. له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد